عايزة اركز معاك وبس يا حبيبي وابقى معاك على طول. بس خايفة من الاحداث اللي عشتها تتكرر تاني. خايفة اهلي يأذوك. ما بوليس البلد ممكن يساعدهم يغتصبون عادي. خايفة الناس في المنطقة تعمل لك حاجة وحشة. خايفة كمان انت تتغير وتعمل لي حاجة وحشة. مش هقدر البلا قبل وقوعه. مش والله مفيش حاجة في الدنيا مخلياني عارفة افكر اللي فيك. من ساعة ما سمعتك وانا ابتديت احس بالامان اللي بقالي سنين بدور عليه. مش عارفة ساكتة وما بتكلمش ومستنية اشوفك او تيجي. بقت بتغيظني قوي في مشاعر اللي بحسها ناحيتك. اني ممكن ابقى معاك، لا مش هينفع ابقى معاك. اني عايزة ابقى معاك، لا مش هقدر ابقى معاك. ان ممكن ابقى معاك بس ممكن يحصل لك حاجات كتير وحشة تخليني ما بقاش معاك. ده بقى اللي تعب قلبي في الارتباط. لحد النهاردة ما اخترعوش اي حاجة يعرفوكي بيها مين الراجل اللي ممكن تتجوزيه، ولو هتتجوزيه هيعاملك حلو ولا لا. لحد النهاردة ما اخترعوش اي حاجة يعرفولك بيها نوايا للشخص اللي انت تعرفيه او بتحبيه. اخرت ان الجيران تأجر عندك قديم او عند اهلك وياخدوا فلوس ببلاش او مكان ببلاش. ممكن يهتكوا عرضك او يعملوا حاجات في الكهرباء يوقعولك بيها البيت عشان ما تستفيديش بيه. طب ليه الحقد ده؟ ما تفهميش. هما دول المصريين. ناس متجوزة غصب عنها، متجوزة ناس متجوزة غصب عنها، مالكيش دعوة بيهم. المصريين كتلة من الخرا جاية تبليكي ببلاويها، تتعاصي في الخرا معاهم، حياتك تتدمر وتنتهي، مالكيش دعوة بيهم. انا نفسيتي ما تصلحتش الا لما بعدت على المصريين ومشاكلهم وارائهم ومعتقداتهم وقرفهم. بعد تعليم اخدوه مني سنين عايزيني اشتغل خدامة عندهم في مصر. تشتغلي عند ناس يهتكوا عرضك وانت عندك بيت ملك ومش محتاجة. لو اجرتي شقة فيه ب3-4 آلاف جنيه هتسد وتحل معاكي كل شهر وانت قاعدة في بيتك. بس تقولي لوساخة المصريين، تقولي لفسادهم وظلمهم وبردتهم وقلة ادبهم. قاعدة في بيت جدي التاني وبعد عن البيت هنا. الايجار جالنا ما طلبناهوش والله. احنا متأكدين ان احنا بندهك جنسيا بموجات الراديو. خلاص بقى عندنا المعلومات من الدول المحترمة مش مصر. هنموت ونعرف بنتعرض للتجسس ازاي، فجات لنا الدول المحترمة بالمعلومات. تخيلي تاخدي 200 جنيه ايجار وانتي ممكن تكوني بتتصوري جنسيا بتمنها وبيتقبض على جسمك ملايين من جيش مصر الخولات وشعبها الوسخ. الجريمة انك تبقي ساكنة وسط المصريين او قاعدة مع عشوائيات مصر الوسخة او ساكنة في بيت ليكي قرايب فيه او جيران زبالة. المصريين عندهم من البجاحة اللي يحولوكي بيها لبلطجية وارهابية شبههم. بيزرعوا فيكي الغل بطريقة زبالة. نصيحة لوجه الله، لو عايزة تعيشي مرتاحة مالكيش دعوة بشعب مصر ولا بمشاكله ولا بخناقاته ولا بحرايقه ولا اي حاجة من دي. حاجة ما تخصكيش. لو عايزة تسافري سياحة روحي اي دولة الا مصر. ممكن يكون اراضي مصر حلوة، بحرها حلو، زرعها حلو، بس مش كل شعبها حلو.